السلام عليكم محبين قصص وقضايا وتحقيقات مع ياسمين ستوريز. مرحبا بكم وشكرا على المتابعة ديالكم. كنتمنى تكونوا كتشوفوا هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير. القصة ديال اليوم غتخليكم صدومين شوية، لان احنا معروف على مول الخير ديما كيلقى الخير، ولكن في القصة ديال اليوم كاين العكس، مول الخير غيلقى راسو في الحبس. خليكم معايا حتى الاخير باش تعرفوا شنو وقع في قصة اليوم. مهم قبل ما نبدا في التفاصيل ديال القصة، عافاكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتشجعوني بلايك باش المحتوى يطلع اكثر للناس اخرين ويستفدوا من القصص والعبر ديال القناة ديالنا. القصة ديال اليوم غتشد بنا الرحال لمدينة مراكش، وبالضبط المدينة القديمة اللي غتكون فيها واحد العائلة كتكون من ربة بيت وأب بناي مياوم، يعني مسكين مرة خدام مرة ما خدامش، وعندهم ربي يرزقهم بجوج بنيات، هدى الصغيرة وآية الكبيرة. الأم هنايا كانت قاسية بزاف، كتعامل البنيات ديالها بقساوة، العكس ديال الأب اللي كان حنين فيهم بزاف، هو اللي كان الصدر الحنين كما كنقولوا، اللي كيبغيو شي حاجة كيمشيو عند الأب ديالهم. ولكن فجأة اكتشفوا بلي الأب فيه مرض السرطان، وفعلا ما غيطولش بزاف وغيتوفى الأب، وغيبقاو البنيات مع الأم. وطبعا كما العادة كنعرفوا أن الأم غتهلا في بنيتها، ولكن هاد الأم هادي بالعكس، هاد الأم هادي استغلت وفاة الأب وبدات كتكري بنيتها للناس اللي كيسعاو في الشوارع النهار. يعني كانت كتستغل البنات ديالها أسوأ استغلال، وبالرغم أنها كانت كتستغلهم إلا أنهم كانت مجيعهم ومكرفصاهم من ناحية ديال الباس. يعني ديك الفلوس اللي كانوا كيجيبوا لها في النهار ماشي من نوع الأمهات اللي غتصرفهم عليهم غتشوف لهم أحسن مكلة وتوكلهم، بالعكس كانت معيشهم بالخبز وأتاي، ومن ديك الأمهات اللي كيشبروا الفلوس ويخبعوهم تحت الزليجة. ومن بعد مرور الأيام والسنين كبروا البنيات. آية رجعت في العمر ديالها 17 عام، وهدى في العمر ديالها 14 عام، الفرق بيناتهم ديال 3 سنوات. رجعوا البنيات كل واحد شنو كيبيع في الشارع، هدى كانت كتبيع الورد وآية كتبيع كلينكس. ومن بعد ما قسمت لهم المهام كل واحدة شنو كتبيع، كان من المفروض أنهم كل نهار يدخلوا لها 150 درهم، إلا ما جمعوهاش ما كانتش كتدخلهم من الباب ديال الدار، كيباتوا في الشارع حتى وخا يبقاو حتى جوج الليل. المهم يجيبوا 150 درهم عاد يدخلوا يرتاحوا ويدوشوا وينعسوا، هذه إلا خلاتهم يدوشوا. آية كانت كتبيع كلينكس في واحد الشارع حدا الفروج بالضبط. كانت في الساعة ديال 1 جوج ديال النهار، كما كتعرفوا مراكش وشهر 8 و7 الحرارة والشمس في ديك الساعة كتكون قاصحة بزاف. كانت كتمشي وكتحاول تدرق من القيلة او الشمس والحرارة ديك الساعة ديال الظهر مع واحد البنكة. نورا كانت كتبقى مرتاحة مع ديك البنكة، مع كان فيها الظل في ديك الجهة، كتبقى تما جلسة حتى كتشوف الدنيا بردت وما بقاتش ديك الشمس بحال اللي كانت في الساعة ديال 1 و2. عاد كتبدا تبيع كلينكس وتدور على الطوموبيلات، وتبقى نتوما كتعرفوا البنيات اللي كيكونوا كيبيعوا كلينكس. بقى الحال على ما هو عليه، ودائما وحسيدة خدامة في ديك البنكة اللي سميتها نورا هي المسؤولة على ديك البنكة. كان ديما كترد البال لديك البنيته وما كتهضرش معاها، كتغي كتشوفها غير من البعيد. واحد النهار مشات هضرت معاها، قالت ليها علاش نتينا ديما هنايا بالرغم من انك باقا صغيره وبلاصتك مدرسه وزوينه، شنو كتعمل هنايا؟ ما كانت نورا ماشي من العاكزين، وعاودت ليها القصه بالتفاصيل ديالها، ان الاب ديالها توفى والام ديالها كتستغلهم اشد استغلال، وبانها ما يمكن لهاش ترجع للدار بلا ما تدخل في يديها 150 درهم. فعلا تاسفت ليها نورا، وهذاك النهار عطاتها
100 درهم وقالت ليها سيري للدار ترتاحي. رجعت أكدت ليها آية وقالت ليها بلي أنا ما يمكنليش ندخل للدار فقط ب100 درهم، إلا ما كانتش 150 درهم ما كتدخلنيش ماما. شافت فيها نورة بزاف حتى عيات وزادتها 50 درهم وقالت لها سيري يا بنيتي ترتاحي من الحرارة والشمس. وفعلا داكشي اللي كان، مشات آية للدار وارتاحت. وعلى نهار آخر رجعت لنفس بلاصة كأن ولا بد ترجع تخدم باش تدخل 150 درهم أخرى للأم ديالها اللي حاجة أنها تكون أم، لأن الأم هي اللي كتهز ولادها بسنانها وما تخليهمش يتكرسوا. المهم رجعوا القصة ديالنا. شافتها نورة باللي رجعت ومع الساعة ديال 4:30، الساعة اللي كيخرجوا فيها الناس من البنكة، عيطت ليها نورة وقالت ليها يلا معايا. وفعلا طلعت معها آية في الطوموبيل وداتها لواحد السناك وكلتها مزيان كاع اللي تشهات الخاطر ديال آية، كلات حتى شبعت وخدتها شرات ليها حوايج وقست كتهضر معها. قالت لها علاش ما تمشيش تخدم معايا في الدار، تهلا فيك، تاكل احسن ماكله وتنعس في احسن بلاصه. فرحت آية انها اخيرا غتمشي لشي بلاصه اللي غترتاح فيها، وخاصه آية عزيزه عليها نورة. نورة سيده طيبه كريمه كما كيقولوا كتدخل الخاطر. ولكن آية قالت لها انا ما نقدرش نمشي بلا ما تقوليها لماما وطلبيها باش نمشي معك. وفعلا داكشي اللي كان، مشات نورة مع آية لدارهم اللي كاينه في المدينه القديمه، وحاولت انها تقنع الام ديال آية باش تخليها تمشي معاها للدار وتخدم معاها وتبقى معاها في الدار. ولكن الام ديال نورة رفضت رفضا باتا رفضا قاطعا، خاصة ملي عرفت ان السيدة نورة غتعطيها 2000 درهم في الشهر. قالت ليها كيفاش غتعطيني 2000 درهم وانا بنتي كتدخل ليا اكثر من هذا المبلغ بثلاثة ديال المرات. مهم سيدة نورة بدات كتقول ليها بنتك غتكون واكله شاربه ناعسه ولابسه احسن لباس وانتي الصالير ديالك غيوصل لك كل شهر. ولكن بالرغم من هادشي هذا كامل كانت الام كانت رافضه ان آية تمشي معها. ولكن بعد الالحاح ديال السيده نورة وزادتها في الصالير 500 درهم اللي هو غادي يرجع الصالير ديال آية 2500 درهم. المهم اقتنعت في الاخير وخلتها تمشي معها. وآية هنايا كانت الفرحة ديالها لا توصف انها اخيرا غتمشي عند واحد السيدة اللي غتحن فيها وغتعيش معها العيشة اللي غتخليها تنعس على خاطرها وتفيق على خاطرها. سيدة نورة كتعتبر من السيدات اللي ميسورين. كانت مزوجة، الزوج ديالها غالبا ما كاينش في الدار، خدام على برا. بنتها كانت عايشة على برا، كانت كتكمل قرايتها معها فقط الابن ديالها اللي كان في العمر ديالو 19 عام وكان باقي كيقرا مدرسة خاصة وكان سميتو سفيان. المهم هنايا من بعد ما الآية بدات كتعيش معهم في الدار وكانت فرحانه بالرغم ان الصالير ديالها كامل غيمشي للام ديالها، ولكن ما كانش هممها الموضوع. المهم انها كتنعس في بلاصه نقيه، كتلبس حويجات مزيونين، مرتاحه. هذاك هو كان عندها اهم حاجه. المهم من بعد ما داز شهر نورة زيانة، ماشي نورة عفوا، آية زيانات بدات كتبان فيها معالم ديال الانوثه، حويجاتها مزيونين، بان عليها الفرق ديال شهر وبان عليها الخير ديال السيدة نورة. وهنايا من بعد بنيتها آية بدات كتزيان وكتلبس مزيان. الابن ديال السيدة نورة اللي قلنا سميتو سفيان بدات كتعجبو آية، بدا كيحاول يتقرب منها. وكما كنعرفوا آية انها كانت كتعيش في الحرمان وفي قلة الحنان. شافت ولد السيدة نورة كيهتم بها، تيقاتو وتبعت الكلام المعسول ومشات معه في الخط إلى أن وقع المحظور. وقعت بيناتهم علاقة وبقاو ماشيين في ديك الطريق. من بعد مدة قصيرة غتكتشف نورة آية أنها حاملة وغتمشي تقولها لسفيان، تقوله باللي ولا بد خصك تزوجني لأنني أنا حاملة.
ولكن هو خاف ومشى عند الأم ديالو وقال لها كل شيء إلا الحقيقة. قال لها باللي هي اللي كتلصق فيا وهي اللي طيحتني في الفخ. وهنايا نورا من بعد ما سمعت القصة تعصبت ودبزت مع آية وقالت لها ولا بد تطيح داكشي اللي في كرشك. ولكن آية رفضت وقالت لها مستحيل نقتل ولدي ولا بنيتي، الابن ديالك اللي تعدى عليا وانا قاصر وهو اللي خصو يتزوجني. ولكن نورا كانت رافضة فكرة الزواج نهائيا. قالت لها كيفاش انا ولدي غيتزوج بك انتينا من بعد ما كنتي كتسعى في الشارع والام ديالك استغلاليه وعائله ما كتناسبناش. المهم رفضت السيدة نورا الفكرة أنها تزوجها لولدها نهائيا، وبقت مصرة على أنها تطيح الجنين اللي في الكرش ديال آية. المهم بعد محاولات آية رافضة، حاولت أنها تعمل لها العشوب وتعطيهم تشربهم، ولكن آية كانت رد البال وعايقة وفايقة كما كنقولوا، وما كانت كتبغي تشرب حتى شي حاجة من يدين ديال نورا. وهنايا نورا دخلت لوسائل التواصل الاجتماعي وحاولت تشوف الناس اللي كيبيعوا ديك الادويه الغير مرخصه ديال الاجهاض، وفعلا قدرت تواصل مع واحد السيده اللي كتبيعهم وجبتهم ليها حتى لباب الدار وعطات ليها 700 درهم، وفعلا استطعت انها تعطي ديك الدواء الآية. من بعد ما بينت ليها باللي أنها رجعت كتعامل معها مزيان وباللي أنها تقبلت الفكرة، وآية تيقت أن فعلا نورا كتعامل معها مزيان، استطعت أنها تعمل لها ديك الدواء في الأكل وكلاتو. وهنايا من بعد ما تعشت آية كما قلنا أن آية تعشت ونعست، فاقت على نزيف حاد، فاقت على أن بلاصتها عامرة دمايات. وهنايا غتكتشف أنها وقع لها إجهاض، ولكن النزيف كان حاد وما بغاش الدم يوقف لها. حتى ناضت نورا خدتها للطبيب، مشات كتجري بها في النصاصات ديال الطبيب، ومن بعد مرور ساعة أو ساعتين خرج عندها الطبيب وقال لها باللي آية توفت. وهنايا الصدمة كانت على نورا صعيبة بزاف. ومن بعد الفحص الطبي تكتشف بلي آية كانت حامل ووقع لها إجهاض والبنت كانت مازال قاصر. هنايا من المستشفى اضطروا أنهم يتصلوا بالشرطة، لأن هنايا على ما يبدو جريمة وقعت وخصهم ضروري يشوفوا شنو كاين. وفعلا حضروا الشرطة وقعوا تحقيقات وخدوا نورا باش يعرفوا شنو وقع. نورا رفضت أنها تعترف بالحقيقة ونكرت أنها كانت عارفة البنت كانت حملة، ولكن من بعد التحقيقات وبالرغم من أن نورا بقات شادة في النكران ديالها، إلا أن الشرطة طبعا ما غيقولوا لا شي سير لا رضا عليك، حنا ثقنا بك. الشرطة اضطرت أنها تاخد الهاتف ديالها وتشوف نورا مع من تواصلت آخر وحدة، وفعلا كانت تواصلت مع السيدة اللي باعت ليها الدواء وجابوها حتى لعندهم، واعترفت لهم باللي نورا شرات منها الدواء ديال الإجهاض. وهنايا نورا اعترفت بكل شيء من بعد الدلائل اللي جابوا ليها. وهنايا كل واحد خدا نصيبه من الحكم. الأم تحكمت بسبب الاستغلال ديال الأطفال ديالها، والبنت اللي باعت الدواء الغير مرخص بسبب الأدوية الغير مرخصة، وكذلك نورا بالقتل الغير العمد اللي تحكم عليها ب10 سنوات، والابن ديالها سفيان اللي كيتعتبر أنه استغل قاصر وتحكم ب3 سنوات. وهذه القصة كانت وقعت في 2016. المهم هنايا غنكونوا سالينا القصة ديالنا وباللي استفدنا. نخليكم تكتبوا لي في التعاليق شنو استفدتم من القصة، واش فعلا الخير ديما كيوصلنا للخير، ولا بعض الأحيان الخير كيوصلنا كما وصل نورا من الحبس. المهم شكرا لكم على المتابعة ديالكم، وإلى اللقاء وإلى قصة مقبلة.